في مُدرّسة بنوتة شغّالة في مدرسة إعدادية وفيها ولاد، فباعتة بتسألني بتقول لي إن دلوقتي في أحد الطلاب يعني الولاد بيقول لها يعني تعليقات على ملابسها، اللي هو البلوزة دي حلوة يا مِس، يعني كل شوية كده بيبقى الكلام شكلها مش مجرّد يعني جملة بريئة خالص، خصوصًا إن هو بيقول لها يعني بيجيب لها كلمات مش كويسة وبالEnglish وبيسألها هي الكلمة دي معناها إيه بالعربي. ف فطبعًا يعني موقف هي لا تُحسَد عليه، فنتصرّف في موقف زي ده إزاي؟ الاقتراح الأولاني إن هي ترُد عليه بحزم بالنسبة مثلًا لمعاني الكلمات اللي هي مش كويسة، تقول له ما حاجة من 2 يعني تكرار الكلمات اللي أنت بتجيبها دي يا إما أنت عارف معناها يا إما أنت بتتفرّج على حاجات مش كويسة، فالأفضل إن أنت تبطّل تتفرّج عليها، لإن أعتقد إن ما فيش gentleman محترم يتكلّم مع الteacher بتاعته أو يقول لها كلمات زي كده، أو يقولها عمومًا قصاد أي حد. وأنا متأكدة إن أنت مش هتكرّر الموقف ده تاني. لو الموقف ده اتكرر تاني بقى نعمل إيه، ممكن ما تردّش عليه أساسًا، يعني تدّي له نظرة كده حازمة وبعد كده خلاص ما تردّش عليه، تبُص الناحية التانية. ولو هو زوّدها أو يعني طوّل كده في الموضوع وقال لها أنتِ مش بتردّي عليَّ ليه يا مِس أو كده، فهي تقوم مكرّرة نفس الكلام اللي هي قالته قبل كده بنبرة حازمة مش بزعيق، بحزم أكبر، وتقوم قايلة له والله أنا يعني وضّحت لِك قبل كده إن كلمات زي كده طالما أنت أكيد عارف إنها كلمات مش كويسة أو إن أنت بتتفرّج على حاجات مش كويسة، ف المفروض إن هي ما تتقالش جوّه الclass مع الteacher بتاعتك أو قصاد أي حد، واتفقنا قبل كده إن الموقف ده ما يتكررش مرّة تانية، وتدّي كده وِش خشب يعني اللي هو إيه، من غير زعيق، من غير إهانة ولا أي حاجة، عشان خاطر الولاد اللي من النوعية دي بيبقى في الغالب يعني طريقتهم يعني يعني التربية فيها مشاكل يعني، فعشان خاطر الموضوع ما يزيدش معاها أو هو ما يسيئش عليها ما يسيئش تصرُّف معاها بشكل أكبر. ولو هو زوّد أكتر من كده، فهي ساعتها ممكن لو في طُرق التهديد اللي هي بقى مُتعارف عليها جوّه المدرسة زي لو الموضوع ده اتكرر تاني هيبقى في استدعاء ولي أمر، أو إن هابتدي أبلّغ الإدارة. طبعًا موضوع الإدارة دوّة أنتم لازم تتأكدوا في الأول إن يعني الإدارة في ضهرك في المواقف اللي شبه كده، علشان خاطر في للأسف أماكن ما مش فارق معاها، يعني يحصل اللي يحصل مع المُدرِّس ما بيفرقش معاهم، فبالتالي أنتم برضه تأمِّنوا نفسكم من ناحية الإدارة، وتأمِّنوا نفسكم إن العيال دي لو هي مثلًا اللي هي يعني ممكن بقى يتعرّضوا للمُدرِّس بشكلٍ ما وهو خارج من المدرسة أو كده، لو إحنا واصلين للمرحلة السيئة دي، فعشان كده إحنا بنتكلم في الحزم بدون العنف. أمان لنفسنا رقم 1 يعني إن إحنا مش هنُقف لهم ند بند والموضوع يبقى إيه سيء. طبعًا لو هو المدرسة يعني أو المكان اللي أنتم شغالين فيه الدنيا فيه ضايعة خالص، خالص والأولاد ممكن تكون بتتعدى بشكلٍ ما على المدرسين اللي موجودين، يبقى ده مكان لا يستحق إن أنتم تشتغلوا فيه، لازم تسيبوه في أسرع وقت، لإن أماننا رقم 1 يعني. طبعًا الكلام اللي هي هتبقى بتقوله بشكل حازم دوّة هي هتستخدم teacher's voice بتاعها وإن هي ما ينفعش الواحد يبقى يعني طبيعي إحنا بنات وكل حاجة، بس ما ينفعش البنات وهي في مجال التدريس وبترُد في موقف زي ده الموضوع مش هينفع نبقى ناعمين فيه خالص، يعني لازم الvoice بتاعنا كده يبقى حازم ما فيهوش تردُّد وما فيهوش خوف، لإن هُم هيحسّوا لو الواحد خايف هيبتدوا يسوقوا فيها أكتر يعني، فإحنا مش هننفع نتصرّف بالشكل ده خالص، ودايمًا نفكّر إن أنت يعني أنا مش باقول له ما ينفعش تتكلم مع بنت بالشكل ده، أنا باقول له ما ينفعش تتكلم مع الteacher بتاعتك بالشكل ده، أنا بافكّره إن أنا الteacher، أنا مش عايزاه يبُص لي على إن أنا البنت البنوتة بقى اللي هي في العشرينات وداخلة الclass وكده، لأ أنا عايزاه يبُص لي على إن أنا الteacher بتاعته، اللي هو أنا زي مامتك، زي أختك الكبيرة، لكن مش البنت يعني مش بنت في الفصل التاني وجاية لك الclass يعني مش هينفع نعمل حاجة زي كده خالص، وطبعًا إن إحنا مع الحزم بنقول ما ينفعش الgentleman يتكلم بالشكل ده يمكن يعني بنضغط شوية على حتّة لو في أي كرامة، في أي نخوة، في أي رجولة ممكن تكون من بقايا التربية يعني موجودة، فأدينا إيه، حاولنا نحرجه شوية بالذوق يمكن إيه، يتلَم يعني. فدي كده حاجة. بس في العمومًا يعني خلّوني أغِش كده من الnotes بتاعتي، إحنا كان في النقطة التانية
إن زي ما وضحنا له كده إن هو أنت ما ينفعش تقول الكلمات دي جوه الكلاس مع التيتشر. كان في النقطة التانية اللي هي تعليقه على ملابس المدرسة بتاعته، وإن هي شيك وجميلة وحلوة والجو دوت. أنا ما ينفعش إطلاقا إن أنا أبقى حاسة إن الطالب اللي قصادي، يعني خصوصا إن هم في مرحلة مراهقة، فلو انتوا حاسين إن هم يعني they are flirting في حاجة كده مش مظبوطة، فأنا ما ينفعش يعني أتكسف ووشي أحمر ويعني واللي هو أتعامل كأني بنت عادية وهو بيعلق على ملابسي، فأنا يعني إيه get complimented. لا، الموضوع لو احنا حاسين إن في حاجة مش مظبوطة يبقى ساعتها ما اديش اهتمام خالص وما ابتسمش وكأني ما سمعتش أصلا الكومبلمنت بتاعته دي. فمرة في التانية مش هيلاقي ليها زي آثار، أو إن هي هيتحرج يعني من الآخر إن كده المدرسة مش مدياله أي اهتمام، فهيبطل إن هو يعمل أي مديح ليه علاقة بالملابس بتاعتها يعني. بس وطبعا لو في أي مشكلة يا جماعة احنا بنرجع للإدارة نسألهم ونقول لهم في دلوقتي سوري في دلوقتي الموقف الفلاني اللي حصل هنعمل فيه ايه، فهم برضو نبقى بنشركهم معانا في موقف زي ده. يمكن في حلول في البوليسي بتاعة المدرسة تساعدنا توقف المهزلة دي من أولها على طول. بس ده كانت واحدة من الاستفسارات، وشكرا ليكم، ويلا اقعدوا بالعافية.